حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يوعد عليكم الايام بخير ورمضان كريم. النهارده بقى جايه لكم بوصفه خطيره، والله ندمت ان انا ما عملتهاش من زمان. زي ما انتم شايفين هنعمل النهارده مع بعض كيكه البلح. بصي تحفه، طعمها بجد خطير. انا ندمت ان انا ما عملتهاش من زمان يا جماعه، والله طعمها تحفه. بصي شكلها كمان بجد يفتح النفس. طبعا البلح الرطب بقى اليومين دول كتران، كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى تشجعوا كده وشوفوا الفيديو والطريقة السهلة، طريقتها سهلة وبسيطة خالص خالص. مش عايزة اقولك كمان ريحتها وطعمها قد ايه خطير. اعمليها لولادك بقى تديهم طاقة كده ونشاط، بجد بتبقى تحفة وطعمها خطير قوي، والولاد كمان بيحبوها بأمانة، بتبقى تحفة قوي وطعمها خطير. عايزه اوريكم قد ايه هي هشه وتحفه كده وطريه. تقدري كمان تعمليها في صينيه اصغر من المقاس ده، دي صينيه وسط. تقدري تعملي كمان لو حابه علوها بيبقى اعلى من كده، اعمليها في صينيه اكبر اصغر. انا عملت في المقاس ده، وبالنسبه لي كده الارتفاع بتاعها مناسب قوي، تحفه بجد. يلا بقى بسرعه تشجعي كده وسجلي الوصفه عندك وقومي اعمليها، بجد تحفه هتعجبك، وهتندمي ان انتي ما عملتهاش من زمان زيي. بصي هشه قد ايه، وهي كانت سخنه على فكره، عشان كده ايه مفتفته، بس بجد كانت خطيره. بصي اول حاجه انا عندي هنا نص كيلو بلح، اللي هو العجوه او الرطب. عندي هنا صينيه حطيت فيها معلقه كبيره كده من السمنه ووزعتها. انا سيحتها يعني على البوتاجاز كده ووزعتها. وعندي هنا معلقتين 3 كده. في ناس بتحط نص كوبايه سكر. انا بالنسبه لي ما بحبش الحاجه تبقى مسكره قوي، فبالنسبه لي كده حطيت 3 معالق كبار زي ما انتم شايفين، وزعتهم كويس في الصينيه. وفي كمان ناس بيحبوا يحطوا معاها قرفه. برضو القرفه من الحاجات الحلوه قوي، بس انا عندي الولاد مش بيحبوها فما ما حطيتش قرفه. وفي ناس كمان بيكرملوا السكر. فبراحتكم، دي اسهل طريقه انا عملتها معاكم. هتدهني الصينيه بتاعتك سمنه، معلقه سمنه كده حلوه كبيره، وهترشي كده 3 معالق كده حلوين من السكر. تمام. بتبقى طعمها مناسب جدا للناس اللي عندها السكر، ربنا يشفي عنهم. ما بتبقاش مسكره ولا تموع ولا اي حاجه، والله بتبقى طعمها تحفه. انا من الناس اللي ماليش في السكر قوي، فبالنسبه لي 3 معالق كانوا حلوين جدا. رصيت كده البلح زي ما انتم شايفين بعد ما شلت القشره بتاعته والنوى اللي بتبقى من جوه. هنا بقى هنعمل خليط الكيكه بتاعتنا، سهله خالص، ببيضتين 2 بس. حطيت بيضتين زي ما انتم شايفين، وحطيت كيس فانيليا، وهحط معلقه كبيره من الخل عشان تديها هشاشه كده، الكيكه تبقى هشه وطعمها حلو. وهحط نص كوبايه سكر، وهضربهم كويس جدا في الخلاط. بصي طريقتها سهله وبسيطه خالص. هضربهم بقى كويس لحد ما الخليط كده السكر يدوب والخليط يفتح معايا ويبقى لونه ابيض كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى هزود كوبايه الا ربع من الزيت، وهحط كمان كوبايه الا ربع من اللبن، لبن عادي خالص من التلاجة، انا ما دفتهوش او اي حاجه. بس كده، في اسهل من كده؟ كيكتنا النهارده سهله وخطيره وتحفه وطعمها بجد جبار. جربوها، البلح من الحاجات اللي بيدي كده طاقه ونشاط. جربوها بامانه لاولادكم هتعجبهم جدا. هنا ضربت بقى الخليط بتاعي في الخلاط بكل سهولة. لو عندك مضرب يدوي تمام مفيش مشكلة. عندي هنا كوبايتين 2 بس من الدقيق، حطيت عليهم رشة ملح بسيطة وكيس من البيكنج باودر، وهقلبهم. طبعا نخلنا الدقيق، اهم حاجة تنخلي الدقيق عشان الكيكة تبقى معاكي هشة وجميلة. هنا كنت مولعة الفرن بتاعي عشان كده يسخن يعني. هنا بقى هنفضي الخليط السائل. بصي سهلة خالص، ببيضتين 2 عملتي احلى كيكة لولادك، بجد جربيها. البلح اليومين دول كتير جدا طبعا، جربوها بجد هتعجبكم قوي. وزي ما قلتلك لو حابة تضيفي على السكر اللي حطيناه في الصينية رشة قرفة، تمام. لو انتي بتحبي القرفة ولادك بيحبوها مفيش مشكلة، ضيفي كده معلقة قرفة. لكن انا الصراحة هما مش بيحبوا القرفة عندي فانا ما ضفتش. هضرب بقى الخليط بتاعي، لو تقيل معاكي زوديه حبة لبن. انا هوريكي القوام المناسب. انا ما ضفتش اي حاجة ولا ضفت لبن ولا اي حاجة. بصي الخليط كان حلو جدا ومناسب بالنسبة لي، هو الخليط ده المظبوط. عندي هنا الصينيه اللي رصينا فيها البلح. طبعا زي ما قلت لكم دهناها كويس بمعلقه سمنه، وبعد كده رشينا 3 معالق سكر، ورصينا البلح بتاعنا بعد ما شلنا القشره والبذور بتاعته.
والنوى بتاعته هنا. بصي الخليط نازل انسيابي وحلو جدا، مش عايزه اقولك طعم الكيكه بامانه خطيره خطيره والله. والله انا من الناس اللي ندمت ان انا ما عملتهاش من بدري. كانت فين الفكرة دي من بدري؟ ليه انا ما عملتهاش؟ بجد ندمت. طعمها خطير ومش مسكرة خالص خالص، للناس زي ما قلت لكم اللي عندها السكر ربنا يشفي عنهم يا رب. والله ما مسكرة، مظبوطة جدا. في ناس بيحطوا نص كوباية سكر وبيكرملوها، وممكن يحطوا نص كوباية سكر كمان يرشرشوها. انا حطيت 3 معالق بس ونص كوباية في الخلاط، ما حطيتش اكتر من كده. سويتها طبعا خبطتين على الرخامة، دخلتها الفرن. طبعا فرن يكون سخن، يعني خدت مني تقريبا ساعة الا ربع في الفرن. طبعا كل فرن حسب التاني. حاولي تقلبيها. بصي هي كانت سخنة وانا اختبرتها تمام زي الفل. طلعتها بقى، هسيبها تهدى شوية كده، يعني قيمة 10 دقايق، لان لازم تقلبيها تكون يعني ما تبردش عشان تتقلب معاكي بكل سهولة وما تلزقش. فاهميني؟ فهنا قلبتها، اتقلبت معايا والله بكل سهولة وما لزقتش زي ما انتوا شايفين. كمان لو حابين تكتروا البلح اكتر من كده تمام، يعني براحتكم. انا هنا حطيت حوالي نص كيلو من البلح، فحابين تزودوا عن كده مفيش اي مشكلة، بيبقى طعمه خطير وما بيبقاش مسكر وما بيجزعش النفس ولا اي حاجة. بصي عايزه اقولك والله كانت سخنة لسه، حتى يعني بتطلع بخار اهي. هقطعها معاكم. عايزه اقولك هشة كده خالص زي الاسفنج والله، طرية. وسيبوها بقى تهدى وقطعوها، لاني انا هي اتقطعت معايا على فكرة، هي حلوة وبكل سهولة. بس طبعا في الاكل كانت بتفرفت كده عشان كانت لسه سخنة. بصوا شكلها. ومش عايزة اقول لكم بقى الريحة، والله الريحة كانت جبارة. بصوا سخنة ازاي، طبعا بتطلع اهو بخار قدامكم. بجد تحفة أوي، من الكيكات الحلوة جدا 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 اللي هكررها كتير كتير، لأنها حلوة ومفيدة وبتدي طاقة. البلح بيدي طاقة جدا كمان للأطفال، واحنا في يومين بقى مذاكرة وامتحانات ودراسة، فبجد بتبقى حلوة كمان أوي للولاد. جربوها بجد هتعجبكم. عايزة اوريكي قد ايه هي هشة كمان من جوه. بصي اسفنج والله، والله بقطع اسفنج. بصوا عاملة ازاي، والكرملة كده بتاعة السكر والبلح بجد كانت خطيرة. طعمها حلو قوي، جربوها بجد هتعجبكم. الف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل. اتمنى ان انتوا تجربوها، وانا واثقه ان انتوا لو جربتوها هتعملوها كتير كتير كتير. بجد تحفه، ومكوناتها سهله كده وبسيطه خالص خالص. وبصي ببيضتين 2 ومكونات كده سهله وبسيطه هتعملوها. طبعا دلوقتي ما فيش بيت ما فيهوش بلح، يعني ما بيخلاش عن البلح اليومين دول، فهنلاقيه متوفر كده في كل بيت. جربوها يا رب تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسونوش باللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. باي باي.